اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. يلا نشوف فيديو النهارده بيقول ايه. عايزه اقول لكم اول حاجه كده، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. إيه ويا رب يعني ان شاء الله كده تطلعوا من رمضان وانتوا كسبانين حسنات وخسرانين سيئات وربنا يكتب لكم الخير دايما يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم بقى، بدأت الفيديو في المطبخ، لأن طبعا احنا في رمضان مش بنعمل حاجة غير بنصحى الصبح، ندخل المطبخ نحضر فطار، نخلص المغرب يأذن نفطر، نخلص فطار يا دوبك نغسل مواعين بعد الفطار، نلاقي نفسنا بنحضر في السحور. هي دي حياة كل الأمهات في رمضان. في رمضان، أيوة في رمضان. فكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها يا رب، يعني يجعل رمضان خير عليكم كده إن شاء الله. بص بقى، وربنا يديمها علينا، ان احنا نقف وان احنا نخدم ولادنا وان احنا ناخد حسنات. على فكرة احنا بناخد حسنات على اي حاجة احنا بنعملها، مش معنى ان احنا مثلا مضيعين وقت ان احنا بنعمل كذا او كذا، لا، كل ده احنا بناخد عليه حسنات. صدقوني بجد، ان انت تحضري فطار ما ده حسنات، ان انت تغسلي المواعين ما هو انت برضو بتاخدي اجر. كل حاجة بتعمليها في يومك او في بيتك، تنظفي لاولادك، تعملي اي حاجة، ما هو ده شغل، والشغل عبادة. انتوا فاهمين؟ فربنا يا رب يتقبل منكم صالح الأعمال، اللهم آمين. عايزة أقول لكم بقى، بدأت الفيديو معاكم بالمواعين ليه؟ لأن انتوا عارفين أول حاجة، أنا طبعا دي مواعين كانت بتاعة فطار وسحور، تمام. ما غسلتهاش لأن مش هحكي، بس يعني ما غسلتهاش وخلاص. المهم بقى، يعني قلت بقى أغسلها بما إننا خلاص بقينا كويسين وكله تمام، وغايبة عنكم بقالي شهر بالظبط، تمام. وكمان بقالي 30 يوم ما نزلتش فيديو على القناة. هتقولي لي ليه؟ اقول لكم معرفش. بتيجي حالة اشتغل اشتغل اشتغل، والحالة التانية بتيجي كسلانة وخلاص، ما حتى التليفون ما اعرفش عنه حاجة. فالحمد لله والشكر لله على كل حال، انا راضية باللي ربنا بيديهولي وراضية بكل حاجة بتحصل في حياتي، كلها خير الحمد لله. وانا في حاجات كتير ما بطلعش احكيها. انتوا يعني مش كل حاجة في حياتنا بنحكيها. بالعكس، يعني انا واحدة من الناس، لما يبقى عندي مشكلة بحب اقفل عليها، تمام. بس ساعات الامر بيضطر، انما وما كنت في الاول ما كنتش بحب ان مثلا حد يعرف عني ان انا زعلانة. لا، لان انا كنت اصلا من الطبع ان انا بحب اضحك واهزر وهكذا، وما زلت الحمد لله. المهم بقى، خلينا في المواعين. جبنا بقى شوية هنا احنا بنغسل بمية سخنة، والجو بقى كان بدأ ايه، انتوا عارفين الجو بدأ يدفي كده، فالكتمة بقى بدأت في المطبخ، والواحد بقى والزهق بقى دخل، انتوا فاهمين؟ يعني اي حد يخش على المطبخ وانا بغسل مواعين هناوله كوباية، ما اعرفش بقى تهجيله في اي مكان. المهم ان انا بدأت اتخنق. الحمد لله على كل حال. المهم بقى يا جماعة، مسكت الكوبايات بقى غسلناها، بتاعت العصير، كوباية المية، انتوا فاهمين، والازايز والحاجات اللي هو اصلا مواعين رمضان هي مش ما بتبقاش تقيلة، هي خفيفة، لان هي بيبقى اغلبها كوبايات وعصير وحاجات، انتوا فاهمين يعني. بس بتبقى جميلة على قلبي بشكل. هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم بحب اغسل حاجات رمضان. تكفي بس ان انت كده بتغسلي الكوبايه، والكوبايه نفسها بتقول لك رمضان كريم يا ستي، الله اكرم عليكي والله. الصينيه نفسها بتقول لك رمضان كريم. والله انا بعشق امكم، بعشق ام الصواني والكوبايات والحاجات القمر بتاعت رمضان. كفايه بس كده ان انا بغسل مواعين وبكر واقف قدامي، يا سلام يا سلام. انا وبكر في المطبخ مفيش زينا اتنين قبل في المطبخ. المهم بهون على نفسي يا جماعه عشان ما اطقش، بهون على نفسي ان انا وانا بغسل مواعين. طبعا واحنا بنغسل مواعين في رمضان اكيد يعني مش هفتكس ولا اتكلم في حاجه طبعا. القناه عندي محظوره اتكلم في شويه حاجات، في حاجات ممنوع ان انا اتكلم فيها يعني، تمام. لان انا اتقرصت في القناه دي من كذا حاجه. اول حاجه، ممنوع اتكلم في السياسه، انتوا عارفين، ممنوع اتكلم في يعني في حاجات ديني بقى وكلام من ده. في حاجات كتيره كده ممنوع ان انا اتكلم فيها، فبختصر فيها يعني. فدايما واحنا بنغسل مواعين نذكر الله، ونقول الأذكار بتاعتنا والورد بتاعنا اللي حافظ ورده وكده واللي ماشي عليه وكتير كتير كتير، بدل ما نقعد بقى نفتكر ايه حاجات مضايقانا وحاجات من نفسنا وحاجات مزعلانا وكلام من ده. لا، طول ما احنا واقفين كده نذكر الله ونقول لا اله الا الله واستغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كل الحاجات دي بتخلينا ايه، نسهم مع ربنا، تمام. نسرح كده في كلام ربنا، ونعمل دي حاجات علينا اساسيات على فكره في يومنا لازم بتتعمل.
مش شرط ان انا اطلع اقول كده، ومش شرط ان انا اكون بعمل كده او لا. ممكن اكون بعمل كده بس مش لازم انا اعرف حد. فاهمين؟ كل يعني انا شايفه ان العباده بينا وبين ربنا، او الصله بينا وبين، الصله اللي بينا وبين ربنا دي خاصه. آه، ممكن اكون بعمل كده بس مش لازم انا اجي قدامك واعمل كده. بس فالحمد لله والشكر لله على كل حال. فكنت بقى بتكلم معاكم بالنسبه لمواعيد رمضان. عايزه اقول لكم بتبقى جميله وقمر كده وبتشرح القلب، وتخلي المطبخ منور كده وعاطيلك بهجه بقى. وكفايه ان عينينا بتبقى واخده تغيير مختلف عن كل يوم. كل يوم هو نفس الطبق اللي بغسله، هو كل يوم نفس الكوبايه اللي بغسلها. فلا بجد بيبقى تغيير حلو يعني. انا بشجع كل حاجات رمضان الجديد انا بحبها. يعني مثلا ان انا اجيب صينيه جديده في المطبخ مش عيب ولا حرام. ان انا اوفر مثلا، او يعني بص هقول لكم على حاجه احنا كنا بنعمل ايه. انا كنت بعمل حصاله كده، وارمي فيها مثلا 2 جنيه فضلوا معايا، 3 جنيه فضلوا معايا، 5 جنيه فضلت معايا، وهكذا لحد مثلا ما حوشت مبلغ على دخلة رمضان. ولو محتاجة حاجة في المطبخ أجيبها، ما أجيبهاش ليه؟ أفرح نفسي وأفرح ولادي واستر بيتي. ومش شرط حد يخش. يعني احنا مثلا نقول ايه، لا انا بجيبها عشان خاطر لو حد ضيف جالي. لا مش شرط الضيف اللي يجي. اصل الضيف اللي هيجيلك نص ساعة، 10 دقايق، يوم بالكتير، ساعتين 3. انما مش قاعد معاكي طول الوقت. فاللي قاعد معاكي طول الوقت اي ضيف جايلك فانت بالنسبة له انت نفسك تغيير. يعني كوباية هتقدمي له فيها فهي تغيير بالنسبة له. فهتكون لسه جديدة على عينيه فهتديله طاقة برضه. انما انت اللي محتاجة التغيير اللي هم في البيت. يعني اللي هم اهل البيت نفسهم هم اللي محتاجين التغيير. فليه احنا ما نفرحش نفسنا؟ وليه ما نجيبش مثلا حاجه جديده لولادنا؟ حتى لو كانت اطباق وصواني وكوبايات وحاجات زي. ما ممكن الحاجه دي تفرحنا، تخلينا ننسى هم مثلا، تخلينا ننسى زعل، تخلينا نطلع من نجدد من طاقه من نفسنا كده يعني. هنا بقى كنت بلوك معاكم شويه عشان اخلص الموضوع ما تزهقوش مني. بص شفت انا صريحه ازاي، صريحه صريحه يعني. المهم بقى، ما هي الصراحه دي اللي مودينا في داهيه. بس عادي شغال مادام صراحه على حق، يبقى احنا تمام وماشيين في السليم. المهم بقى يا جماعه، هنا كنت جايبه بقى شويه سردين فضلة خيركم. النهارده قلت بقى اعمل فطار، زهقنا. عايزه اقول لكم الرز اللي انا هحطه ده من اول يوم رمضان. الفيديو ده متصور مثلا 5 رمضان او 6 رمضان، ما اعرفش هينزل لكم امتى برضو، ما اعرفش، وهسجل الصوت عليه امتى. يعني انا حاليا بسجل الصوت بعد الفيديو ده ما اتصور ب3 4 5 6 ايام مثلا. انتوا فاهمين قصدي؟ فحبيت بقى انزل السوق والف كده اشوف اجواء رمضان بره عامله ازاي. اولا انا مش بخرج كتير دلوقتي، تمام؟ فعايزه اشوف رمضان بره ايه. ما انا مش بخرج بقى، عايزه اتفرج. رحت واخده بعضي واخده ولادي ومشينا شويه كده. نزلنا السوق بقى، لقيت السردين بقى، ولقيت الناس والزحمه بتاعت رمضان، والناس اللي بتجري عشان تلحق فطارها، والناس من بلاد تانية عايزه تروح عشان كده الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فنزلت طبعا اتفرجت على الناس في الشوارع، واغاني رمضان، وناس رايحه جايه وبتاع عرقسوس وبتاع ام الخلول. او اشتريت ام الخلول اقسم بالله، او لو اشتريت سردين. قلت بقى خلاص زهقنا من الاكل، فانا جبته الصراحه وسبته بقى في التلاجة. وجيت النهارده رحت مطلعاه، النهارده اللي هو في الفيديو ده، تمام؟ بصوا بقى، طلعته بقى ومسكته نضفته ونقعته بشويه ليمون حلوين وظبطت عليه. بس بصراحه كانوا شويه سردين زي العسل. انا ولادي بقوا بيحبوه مؤخرا لان انا بقيت بعمله بطريقه يعني زي الزنجر والكنتاكي والحاجات دي. انتوا فاهمين؟ فبالتالي بحط له، بصوا انا بعمل تتبيله اللي هي اللي انا بحشي بيها الدقه دي، اللي هي توم معروفه، بكمون وكزبره وملح وشطه، توم وشطه وكده، اللي هي هريسه الشطه يعني، تمام؟ او شطه مدقوقه عاديه يعني، اللي احنا بنقول كنا زمان بندقها في الهون، دلوقتي بنضربها في الكبه حديثا يعني. والاول خالص كانت ماما تخليني اقعد اخرطها بالمخرطه لحد ما اقوم اقعد مثلا 3 4 ايام بعديها ايديا ديت من كتر الشطه مش مستحملاها. ف فانا ايه قلت بقينا دلوقتي حديثا بنعملها في الكبه، متاخدش معانا 10 دقايق بصراحه. انا بحب التكنولوجيا وبحب التطورات بتاعه التكنولوجيا في المطبخ. المهم يعني، فهنا بقى بحط لها بقى ايه كاري وكركم وحاجات كده، بحيث ان وانا بحمر السردين يبقى السردين معايا فاتح ولونه ايه جولد ذهبي كده، يعني لونه يبقى حلو كده، تمام؟ هنا بقى بعمل خلطه زي الكنتاكي كده اللي هي زي الكريسبي والحاجات دي.
يعني شويه نشا على شويه دقيق، وبحط لهم توابل عادي خالص، شويه ملح، واحط لهم دلوقتي توابل زي التوابل اللي في السردين بالظبط، بحيث ان وشويه ميه، بحيث ان لما اللهم صل على النبي، الكلام بيروح من دماغي، بيروح مشوار ويرجع تاني فين معرفش. بس المهم يعني ما علينا. السردين يبقى برضو ايه لما هينزل في التتبيله دي، الطعم بتاع الملح او التتبيله ما يروحش، فيبقى محتفظ بطعمه يعني. بس هنزل بيه هنا وارجع احطه برضو في الدقيق تاني، يعني ايه خلطه زي الكريسبي كده. الطريقه دي بتخلي السردين في الزيت ينشف مني ويقرمش كده، يبقى حلو، فبالتالي ولادي بياكلوه. ولادي ما بيحبوش السمكه، يعني ايه اللي هو لحم السمكه يبقى طري، انتوا فاهمين؟ يبقى حتى لو السمكه مقليه يحبوها ناشفه شويه، حتى لو مشويه كمان برضو بيحبوها ناشفه شويه. يعني انا بحب السمكه المشويه يكون مثلا ايه الكفر بتاع الشوي اللي بره يقب منها ويطلع، وانا بقشرها وانا بنضفها لهم يعني. لا هما بيحبوه ناشف سيكه عشان ما يحبوش السمكه طريه، فاهمين؟ اكيد انتوا فاهمين. بس هنا بقى ايه، قلت اقلي السردين واظبط الكلام، علشان خلاص كان فاضل حاجات بسيطة خالص على يعني انا بحب اعمل الفطار. يعني بصوا انا ببقى إيه، لو فطار وحاجة هتغيب معايا بجهز مثلا من بالليل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بصوا يا جماعة، لو حاجة هتغيب معايا بجهزها من بالليل، تمام. حاجة بقى الموضوع بسيط بالنسبة لي، فبدخل المطبخ مثلا قبل المغرب بساعة، بساعة ونص، بحيث ان انا اصلا في رمضان ده ببقى تعبانة، انتوا فاهمين؟ فبحب انجز وقتي في المطبخ بالذات يعني، يعني عشان الحق الولاد برضو ما اخدش الوقت كله في المطبخ. وبعد الفطار بقى بنفطر ونشرب كوبايه القهوه بتاعتنا ونعمل اللي احنا عايزينه، انتوا فاهمين؟ يعني انا قبل الفطار ببقى بصوا عامله شبه السردينه اللي في الطاسه دي. بصوا هنا بقى طلعته في المصفى دي كده، قلت اسيبه يصفي علشان خاطر ما طلعهوش على مناديل ورق ويطرى مني، فقلت لا اصفيه في الصفايه دي كده واسيبه ينزل الدهان بتاعه كل حاجه وخلاص. هنا بقى كنت بقول لكم خلاص ان احنا حضرنا الفطار، نخلص الفطار ونعمل ايه، عصير. هنا بقى كنت جايبه جرجير وكابوتشي، مش قلت لكم كنت في السوق، فجبت الحاجات دي. وده الرز كان فاضل من اول يوم رمضان، كنت شايلاه في الفريزر، طلعته دخلته الفرن يعني بشغل الفرن واسيبه يدفى، وهفضي الحاجه اللي هسخنها في صينيه وادخلها الفرن، بعمله معامله الايه الاير فراير، تمام. اللي هو بس بسخن فيه بيتسخن بقى ويبقى حلو خالص. وهنا كان بدنجان مقلي وسردين مقلي وسلطه، وبس كده. تعالوا افطروا معانا بقى. وكان جرجير وكابوتشي وجزر. قلت بقى ايه ادلع الولاد اليوم ده، بصراحه كانت اكله حلوه وكانوا فرحانين بيها، لان احنا كنا اكلنا طبيخ واكلنا حاجات كده، فكنا خلاص جالنا احباط. بس هنبدأ بقى ايه، انا قلت اوريكم الفطار واخلص كده واجهز الصينيه واخليها مركونه كده خلاص، يعني فاضل حاجات بسيطه. وكان العصير برضو بسيط، ما كانش حاجات. وهنا بقى ده كان غدانا يا اخواتي مش غدانا، كان فطارنا. المهم بقى هنا العصير اهو، كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان عصير تانج للولاد، كانوا هما اللي طالبينه، تمام. وانا كان عندي خشاف قمر الدين وتمر وبلح وكده، كان عليه بقى قراصية وزبيب ومشمشية وبشر وحاجات حلوة كده. بس طبعا انتوا عارفين الولاد وهم لسه صغيرين، انا كنت زيهم اصلا كده، ماليش في الزبيب وماليش في الحاجات اللي هي ايه بتتاكل قوي دي. فلقيت نفسي اتدبست في شوية في الطبق ده، فقلت ماشي تمام افطر على بلحاية منه، وسبت بقيته برضو لان طبعا مسكر، يعني كان مسكر وكل الحاجات دي اللي فيه دي مسكر. بس فقلت لا خلاص هاخد بلحية واحدة بس وخلاص منه، بحيث ان انا بقى ايه عملت معاه الواجب وزيادة. بس الخشاف اصلا بعد ما عملته لقيت ولادي مش متقبلينه يعني قوي. بس ده كان فيديو النهاردة، شكرا، سلام عليكم.